النائبة صباح التميمي ما تقدر تزور معمل ألبان أبو غريب إلا بفساتين سهرة. صباح التميمي رايحة إلى عمال رواتبهم مهددة، عامل يجي راس الشهر لو يحصل راتبه لو مقطوع منه عنده 30%، وهي رايحة تمشي مشية الطاووس ولابسة فستان سهرة وتريد تقول لهم احنا نقدر معاناتكم، احنا ندرك مشاعركم، احنا نحس بتعبكم. يما صدق الله ست صباح، هذا شلون يحس بيك؟ انت عضوة مجلس نواب، اختاري ملابسك بشكل جيد، انت تمثلين مجلس النواب العراقي. انت تريدين تصدقين انه هذا العامل في معمل ألبان أبو غريب يقتنع بيك وانت جايته بهالوضعية هذه؟ لك بابا أنا راتبي مهدد، أنا يمكن ينقطع 10 أو 20 أو 25 يسبب لي مشكلة. أنت راتبك 39 مليون، أنت ما تحسين بيه. أنت إساءة إلى البرلمان العراقي. تتخيلين هذا الرجل ممكن يحقد عليك بس؟ هذا يحقد على الكل، يحقد على كل شيء. يعني يقول هذول وين عايشين وأنا وين عايش؟ شنو اللغة اللي تحكين وياها ويا العمال بهذه المظهر؟ أنت شايفة إنجيلا جولي؟ شايفتها من تطلع تروح للنازحين شنو تلبس؟ هاي الممثلة الأمريكية الكبيرة. هو أنت مو أحلى من إنجيلا جولي ست صباح، وين صرتي أحلى من إنجيلا جولي؟ شوفيها شلون، شوفي نظراتها، شوفي إنسانيتها، شوفي ملابسها، تعلمي من عندها. اتعلموا الإنسانية، لأن ما تمتلكون الإنسانية. 75% من عندكم كان يحلم يدخل إلى البرلمان العراقي، صرتوا في صدفة طائفية. أنتم ما تستحقون يعني أوضع الدرجات الوظيفية. في لحظة طائفية صرتوا أعضاء برلمان، ما تستحقوها. لا تمتلكون وعي، لا تمتلكون ثقافة، لا تمتلكون أخلاق، تهينون الناس بهذه الطريقة. ليش؟ أولادكم صاعدين أرفه السيارات وطالعين، والله هذا عضو مجلس نواب، هذا ابنه صاعد لفلان سيارة، والله هذا يمشي عود. ليش أنتم أفضل من الناس؟ ليش؟ شنو أنتم؟ شوف النازحين، شوف شلون عايشة، ورايحت لي انت بفستان سهرة ومتونسة وطالعة بمشيتك الطاووسية هذه. قدروا اكو ناس تعبانة، اكو بلد داخل حرب، كل يوم عندنا انفجار شكل. احنا قبل كم يوم انطينا شاب مواليد 95 يسوى. يلا